عملت امبارح معاكم عيش التورتيلا. تعالي نعمل النهارده بيه حشوه حلوه جدا. هنعمل النهارده برجر بعيش التورتيلا، طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم ان العيش ده حلو جدا، ممكن تحشيه اي حشوه، ممكن تاكليه بالجبنه. عايزه اقول لكم ان طعمه خيال، طعمه حلو جدا جدا. ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم جدا. تعالوا النهارده نعمل النهارده برجر بعيش التورتيلا بطريقه سهله وبسيطه زي ما انت شايفه كده، احسن كتير ما بتشتريه من بره باسعار خياليه. ممكن تستبدليه باي حشوه انت حباها. كان عندي لحمه مفرومه في الفريزر، طلعتها كده وعملت بيها برجر بطريقه سهله، وكان عندي حبه خضار حشيتها فيها وكان طعمها كده خيال. نقول كده بسم الله ونجيب اللحمه المفرومه. جبت نص كيلو لحمه مفرومه. هبتدي ان انا بقى اتبلها تتبيله حلوه جدا. هجيب بصلايه كبيره هفرمها عندي في الكبه ناعم. وبعد كده كان عندي نص كوباية من الفول الصويا، غسلته ونقعته كده 5 دقايق، وبعد كده صفيته كويس جدا من المية. وابتدي ان انا انزل بيه فوق اللحمة المفرومة، واحط نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر عشان ما يكشش معايا البرجر. وحطيت كمان خلطة البرجر، حطيت منها معلقة كبيرة، وحطيت بابريكا وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود. وبعد كده هبتدي ان انا اعجن كويس اللحمة المفرومة لحد المكونات كلها ما تخش في بعض، وتعمل اللحمة تبقى كأنها فيها كده خيوط. ده دليل على انها كل المكونات تجانست معايا بالشكل ده. ممكن تشتغلي فيها على طول، وممكن ان انت تريحيها في التلاجة في الفريزر لمدة 10 دقايق. اشتغلت فيها على طول كده على البورد، جبت كيس التلاجة فردتها. وبعد كده ابتديت انزل بقطعة من اللحمة وفردتها كويس جدا على السمك اللي انت حباه، وبحط فوقيها كيس التلاجة تاني. وابتدي ان انا اقطعها باي غطا عندك، ولو عندك مكبس برجر هيريحك او هيوفر عليكي كتير. الناس اللي ما عندهاش مكبس برجر بكل سهوله هتجيبي غطا، اي غطا برطمان عندك. ببتدي ان انا اشكلها المقاس اللي انت حباه. او ممكن تجيبي الغطا وتدهنيه كده زيت وتحطي فيه قطعه اللحمه، وتبتدي ان انت تشكليها برضو على شكل دايره زي ما انت شايفه كده، هتطلع معاكي بكل سهوله. اهم حاجه تدهني الغطا زيت. بعد كده بخلص كل الكمية وادخلها الفريزر لمدة 10 دقايق علشان اللحمة تشد معايا شوية. زي ما انتوا شايفين كده طلعت معايا كل الكمية دي هدخلها الفريزر. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب عيش التورتيلا بتاعي اللي انا عملته معاكم قبل كده. كنت حطاه في الفريزر وبعد كده طلعته ان هو يهدى شوية. بعد كده بجيب البرجر، ببتدي ان انا ممكن ادخله الفرن واسويه، وممكن ان على الطاسة بحط مادة دهنية وابتدي ان انا اسوي كل جنب كده 3 دقايق. اخلص كل الكمية. وشايفين البرجر عامل ازاي تحفة جدا. ممكن تستغني خالص عن فول الصويا لو مش حابة ان انت تزودي الكمية. بعد كده خلصت كل كمية البرجر سويته. وبعد كده ابتديت ان انا اجيب عيش التورتيلا، وجبت كده مايونيز كنت عاملاه برضو في البيت. هنزل لكم الفيديو بتاعه باذن الله. وجبت هنا خس او جرجير. ببتدي ان انا احط شوية من الخس او شوية من الجرجير وشريحة من الطماطم، وشرايح برضو طرنشات كده من البصل. الناس اللي حابه تحط بصل، عايزه اقول لكم ان البصل بيديه طعم تيست حلو جدا، والجرجير كمان بيديها طعم حلو. بعد كده ببتدي ان انا احط شريحه البرجر وفوقيها كده شرايح من الجبنه. كان عندي الجبنه تركي، ابتديت ان انا احطها. لو عندك جبنه بتاعه البرجر بتحطيها، لو ما عندكيش ممكن تستغني خالص عن المكون ده. بعد كده زي ما انتم شايفين بخلص كل الكميه، وبحط مايونيز كده من فوق الوش، وابتدي ان انا اخلص كل الكميه. حابه ان انت تديها كده قرمشه من بره في نفس الطاسه بتاعه البرجر، ببتدي ان انا احديها وش كده من كل دقيقه على كل وش عشان تديني كده لون ذهبي مقرمشه من بره. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله تحفه. مش هتشتريه اي حاجه من بره، هتعملي كل حاجه في البيت بكل سهوله. سمي الله كده وخشي المطبخ، واي حاجه نفسك فيها خشي واعمليها بكل سهوله، هتطلع معاكي انضف بكتير وطعمها هيطلع حلو جدا. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان ريحته حلوه جدا، ما اخدش مني وقت. لو حابه تعملي العيش قبلها بيوم بتعمليه، وبعد كده بتبتدي ان انت تعملي اي حشوه انت حباها. شايفين من جوه عامل ازاي جوسي وطعمه كده رهيب. ان شاء الله هيعجبكم، واتمنى اشوف تطبيقكم. هتوحشون الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.